لم تستفد، لأنه هذه تغريدة، يعني السيد ترامب يعني أعطاهم تغريدة على تويتر، ولا هذا لم يصادق عليه، وهي سياسة وتصريح سياسي يعني سينفذ مفعوله خلال شهر. لم يصادق عليه كونغرس، والسيد بايدن لم يأتي إلى البيت الأبيض، وربما يعني لا يقبل بالموقف الأمريكي من الصحراء الغربية. إذا المغاربة حصلوا على تغريدة من السيد ترامب، كما حصل السودانيون أيضا على اتفاقية الآن ربما لا ينفذها الكونغرس. والمغرب نفس الشيء، عفوا الإمارات ربما لا تحصل على طائرة الأف 35. ففي الحقيقة السيد ترامب يعني خدم إسرائيل بشكل كبير، وإسرائيل أظن بأنه ربما العلاقة مع المغرب والتطبيع العلني مع المغرب هذا سيفتح آفاق واسعة لإسرائيل، تجارية وتكنولوجية واستراتيجية، ولكن بكل أسف بدون أن يستفيد المغرب أي شيء، وبدون أن يستفيد الشعب الفلسطيني أي شيء. نعم سيد مير، إذا سمعت لما قاله دكتور نصير يبدو